تدق الأكف ويعلو 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 الضمير، رياح تثور، جبال تدور، بحار بحار تهيج. باسم الأمة رئيس الجمهورية تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. تساءل في بهجة وكل تساءل. أعلن باسم الله أن قناة السويس المصري قد تم تطهيرها كاملة من العدوان الإسرائيلي. معجزة ما لها أنبياء وضوء. نأذن نحن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ببدء حفر قناة السويس الجديدة لتكون شريانا إضافيا للخير لمصر. أنا الشعب وأنا الشعب، أنا الشعب وأنا الشعب، لا أعرف. مشاهدينا الأعزاء، وهلت الإنجازات وتضاءلت التحديات. في 6 أغسطس القادم حدث هام ينتظر العالم، حدث هام سيغير نظرة العالم في مصر التي استعادت مكانها ورونقها وتفوقها وعلاقتها المتميزة. في 6 أغسطس القادم ستتجه كل أنظار العالم إلى مصر، وسيتجه معظم رؤساء وملوك العالم إلى مصر ليشهدوا إنجازا عظيما فريدا وحلما جديدا يتحقق. في 6 أغسطس القادم سنرد على كل المشككين والمشخصين المعرقلين والمعوقين، وسنبعث برسالة خاصة جدا إلى جميع دول العالم: مصر تستطيع. بداية ألف مبروك قرب افتتاح قناة السويس الجديدة شريان الحياة والمستقبل. أنا بشكر حضرتك، لكن هو الحقيقة مبروك للشعب المصري ومبروك لمصر، لأن قناة السويس الجديدة دي فكرة مصرية، قرار مصري، تخطيط مصري، تنفيذ مصري، تمويل مصري. فاحنا بنبارك لمصر وللرئيس المصري وللشعب المصري، ولازم نعرف ان كل ده تم بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى وجهد وعرق المصريين والشباب المصري. ودي رسالة للعالم كله، ونقول خلال حفل الافتتاح ان مصر بتعود من جديد، بتنسى جراحها وبتبني نفسها وبتنمي نفسها بسواعد ابنائها وبدعم وتمويل شعبها. عندما كلفكم سيادة الرئيس السيسي بهذا العمل الوطني كان المقرر انه يكون 3 سنوات، وبعد كده راح قال عايزه تكون في سنة واحدة. لا، هو طبعا لما عملنا الفكرة تخطيط للفكرة وعرضناها على سيادة الرئيس كانت الحسابات 3 سنوات لتنفيذ المشروع، بس بالاعتماد على طاقة التكريك وكراكات هيئة قناة السويس، ونعمل رنت أو نأجر كراكتين. لكن لما سيادته أمر بسنة واحدة فاضطرينا نستخدم طاقة تكريك ونأجر كراكات عشان ننجز في سنة واحدة. فبالتالي احنا وصلنا إلى 45 كراكة at the same time أو في نفس الوقت، ودي كانت تمثل حوالي 75% من كراكات العالم في حدث لم يحدث في التاريخ، أو كمية تكريك لم تحدث في التاريخ من قبل. وعدينا كل المعدلات بتاعت موسوعة جينيس. واللي عايز اقوله لك ان مش موضوع تكريك فقط، لما تجهز مجرى مائي جهزه بالعلامات الملاحية ونظم الملاحة الإلكترونية ومرشدين وخرائط كتب ملاحية، فكنت لازم اشتغل كل ده في وقت واحد. لكن في الآخر انت عملت عمل بتخدم مصر، بتخدم الاقتصاد القومي المصري، وبتخدم العالم كله من خلال هذا العمل. طب ايه المخاوف اللي كانت موجودة في العمل دوت؟ لا انا ما بخافش. ما كانش فيه اي مخاوف؟ لا هي على طول انت هتشتغلي مثلا وردية، لا هتشتغلي 3 ورادي.
خلاص على طول قلبتها في دماغي، لا احنا يبقى نظام العمل لازم يتغير، تمام. عدد ساعات العمل لازم يتغير، تزيد. عدد العمال العمال. لازم هيتغير. خدت بالك؟ يعني السيستم او نظام العمل، نظام التنفيذ لازم هيتغير، وبالفعل احنا غيرنا نظام التنفيذ. ايه هي المشروعات الجديدة الموازية لمشروعات القناة؟ شوفي احنا عندنا مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، ده قايم على 6 مواني ومنطقتين صناعيتين وقناة السويس. 3 مواني في الشمال، مينا شرق بورسعيد ومينا غرب بورسعيد ومينا العريش. و3 مواني في الجنوب، مينا العين السخنة ومينا الأدبية ومينا الطور. ومنطقة صناعية في الجنوب شمال غرب خليج السويس ووادي التكنولوجيا في الإسماعيلية وقناة السويس. المينا الواحد في أي دولة يصنع حضارة. لما نتكلم عن دبي نتكلم على مينا جبل علي، على سنغافورة مينا سنغافورة، هونج كونج مينا هونج كونج. عندك في هذا الموقع 6 مواني ومنطقتين صناعتين وقناة السويس في أحسن موقع في العالم، موقع عبقري. فلازم انت تعيدي النظر وتعملي ماستر بلان جديد او تخطيط عام لتطوير هذه المواني واستغلال الظهير الجغرافي لها في انشاء مناطق صناعيه ولوجستيه، بحيث تعملي هب او مركز كده ثقل جيو استراتيجي في المنطقه لمصر، تعود بيه مصر للرياده السياسيه والاقتصاديه زي ما قلت لحضرتك، وتفتح فرص عمل للشباب جديد. وتستغل الموقع اللي ربنا سبحانه وتعالى حباكي بيه. يعني هيكون في مزارع سمكية مثلا، هيكون في يعني هو مجتمع عمراني جديد متكامل. ده بدأنا المزارع السمكية وإن شاء الله هيبقى في إعلان عنها في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة. لكن احنا في المخطط العام للمشروع عملنا مخطط عام مع دار الهندسة، ملزمين دار الهندسة ان اي منطقة صناعية او لوجستية يبقى فيها مجتمع عمراني علشان الشباب يعيش فيه. انت لما تيجي دي فرصة عمل للشاب، مش موضوع فرصة عمل، انت لازم تديله حياة. طب هيجي يشتغل، هيرجع القاهرة؟ لا، لازم يلاقي مسكن له لأسرته، يلاقي مدرسة له لأولاده، يلاقي خدمة صحية، خدمة لوجستية، خدمة مجتمعية، يلاقي حياة. احنا بنعيش في 6.5% من مساحة مصر. احنا عايزين نجذب الشباب انه يعيش في منطقة القناة ونخلق له فرص عمل. يعني احنا كل المشاريع دي عشان نخلق فرص عمل للشباب، لان احنا طبعا التعداد السكاني في مصر بيزيد حوالي 2.6 مليون نسمة في السنة. كل دول عايزين ياكلوا ويتعلموا ويشتغلوا وبتاع. ما ينفعش انك انت تتصرف بعد الحدث، انت من دلوقتي تبدا تخلق فرص عمل للشباب، لان الشباب ده بيمثل 60% من التعداد السكاني المصري، وده وقود الحياه لمصر، شباب مصر. عايزين حضرتك تكلمنا عن الاستعدادات لحفل الافتتاح. هي الاستعدادات على قدم وساق. يمكن انا لابس كاجوال لان كنت في الاستعداد لحفل الافتتاح، لان طبعا ميه وصحراء وما اقدرش اتحرك بالبدله والجرافات. فطبعا كان الله في العون. لكن هي ليها فكره او ليها فكرتين. فكره التمويل، وانا احب اقول لك ان احنا ما بناخدش مليم من خزانه الدوله المصريه لحفل الافتتاح. تمام. ولن نمس رغيف العيش الانساني المصري. احنا بالجهود الذاتيه معتمدين على المصريين زي ما هم مولوا الحفر يشاركونا في حفل الافتتاح، وناجحين في هذا تماما حتى لا نمس رغيف العيش الانسان المصري. الاساس الثاني ان يكون في وجهين للحفله، مصريه الحدث وعالميه الحدث. مصريه الحدث لان اللي مول الحفر مين؟ هو الشعب المصري. الشعب الاصيل. مين اللي حفر بسواعده؟ الشعب. هو الشعب المصري. احنا عايزين نبعت رساله للعالم كله ان الشعب المصري بعد السنين الصعبه اللي عاشها هو قادر على العوده، وقادر على التحدي، وقادر على الاعجاز والانجاز. فلازم الحفله تشتمل على جزء يبرز جهد وعرق المواطن المصري الشريف، وفي نفس الوقت عالميه الحدث، لان قناه السويس ليس مصر وحدها. احنا بنخدم العالم كله من خلال قناه السويس. فلما انا اختصر ساعات الرحله البحريه واسمح للسفن الكبيره
العملاقه كلها تبحر في قناه السويس باعماق جديده. بقول للعالم خد بالك، ده انا من خلال تقليل ساعات الابحار في قناه السويس حوالي 50% وصل لك غذائك اسرع، دوائك اسرع، وقودك اسرع، قطع غيارك اسرع. هي دي مصر. عشان كده سياده الرئيس في الامم المتحده في اخر كلمته قال ايه؟ قناه السويس الجديده هي هديه مصر للعالم. فلازم الحدث يشمل عالميه الحدث ومصريه الحدث، وده اللي ان شاء الله هيكون في الحفله باذن الله تعالى. عايزين بس نوضح للمشاهدين ان حضرتك قد ايه روحك حلوه ومش مغرور خالص، كنت بتنزل مع العمال المصريين وبتشجعهم وبتقف معاهم. ده انا واحد منهم بالظبط. ومن اول ما وصلت هنا انا واحد من زمايلي اللي بيعملوا في هيئه قناه السويس، وكنت واحد من زمايلي اللي بيعملوا في حفر قناه السويس الجديده. وما كناش قياده مكتبيه، ما كنا انا وزمايلي من اعضاء مجلس الاداره قياده ميدانيه. احنا مع الناس في المواقع صبح ظهر ليل، في عز البرد في عز الحر، احنا معاهم بنشد على ايديهم بنشجعهم. فكانت ملحمه وكنا في تحدي، نكون او لا نكون، نبيض وش مصر ووش الرئيس المصري قدام العالم ان شاء الله. اكيد ان شاء الله نبيض وشه ان شاء الله. طب مين من المدعوين من الرؤساء وملوك العالم في حفل الافتتاح؟ لا، دي الدعوات دي بتطلع من الرئاسه. احنا ما بنخشش فيها الدعوات الرئاسيه، لكن الفكره اللي احنا حطيناها ان لازم كل فئات الشعب تمثل في الحفله. اوكي. تمام. فاحنا عندنا 27 محافظه، لازم 27 محافظه يشاركوا في الحفله. يعني مفيش شخصيه عامه معينه او فنان معين او فنانه معينه هيكونوا متواجدين في الحفل؟ لا، كل الفنانين هيبقوا، والشخصيات العامه ورجال الاعمال هيبقوا موجودين كلهم. لكن في انت قصدك في برنامج الحفل غير الحفل؟ في حفل الافتتاح. حفل الافتتاح في حضور وفي برنامج. خلاص. في الحضور كل فئات الشعب هتمثل. يعني حتى المحافظه الواحده لازم احنا فارضين عدد معين، لكن لازم يبقى فيها سيدات، فيها شباب، فيها عمال، فيها فلاحين، فيها ذوي الاحتياجات الخاصه، بحيث لما تيجي محافظه تبقى كل فئات الشعب الموجوده في المحافظه ممثله في حفل الافتتاح، بحيث ان مفيش فئه من فئات الشعب المصري ما تبقاش موجوده. لا تمثل. حتى الولاد اللي شاركوا في الحفر لازم يشاركوا في الاحتفال، اللي شاركوا في التكريك لازم يشاركوا مظبوط في الاحتفال. طب لكن الشخصيات العامه ورجال الاعمال والمستثمرين ورجال الاعلام والاعلاميين كلهم مشاركين. سفراء دول اجنبيه ودول صديقه وشقيقه، الحقيقه عسكريين، لكن انا بطمنك العالم كله ممثل في الحفله ان شاء الله. ان شاء الله. طب ازاي بقى هيتم تامين الحفله ديت؟ طبعا هو سياده الرئيس يعني في كل اتصالاته لا يهمه شيء الا الامن ثم الامن والحمايه ثم لان دول طبعا ضيوفنا، وهو بيؤكد على اجراءات التامين. يمكن احنا الصبح ويمكن النهارده بعد الظهر يعني الهجس الاول بتاعنا الامن. ازاي نامن دول؟ لما بيجوا عندنا دول بيبقوا امانه في رقبتنا، واحنا ان شاء الله نكون خير من يصون هذه الامانه. لكن الاستعدادات الامنيه على قدم وساق في البر وفي البحر وفي الجو. ليه قالوا ان القناه هتكون ثوره عزيمه وسباق لكل المصريين؟ زي ما قلت لك الفكره مصريه والتخطيط مصري، قرار مصري، تنفيذ مصري، تمويل مصري. فدي في حد ذاتها بعد سنين صعبه جدا مرت بها مصر وظروف اقتصاديه بتمر بيها حاليا، ده دليل على قوه عزيمه المصريين وقوه اراده المصريين. لما حضرتك سياده الرئيس يقول او يدعو الشعب المصري لتمويل حفر قناه السويس والشعب يصطف في طوابير علشان يمول المشروع، لم تحدث في العالم ان في شعب يصطف في طوابير عشان يمول مشروع قومي. وقفلنا حتى التمويل لان كان في تدفق كبير جدا، فخفنا على الجهاز المصرفي للدوله عشان محدش يسحب من البنوك. فانا عايز اقول لك دي نفسها دي رساله اتبعتت للعالم كله، خد بالك الشعب ده شعب قوي جدا وشعب عنده اراده. لو توفرت القياده السليمه والاراده السليمه توفر النجاح.
عشان كده كان هذا المشروع فيه قيادة سليمة من سيادة الرئيس، وقرار سليم، ونية طيبة من الشعب المصري، وإرادة من الشعب المصري، وإرادة من العاملين في المشروع، فكان لهم نجاح إن شاء الله. مدة زمنية متوقعة لتنفيذ المشروع 36 شهر. هي سنة وتنفذ سنة. انا عايز اقول لكم على حاجه، احنا ما عندناش وقت، احنا بنسابق الزمن لان احنا متاخرين قوي. انا بقول للمصريين، كل المصريين يبقى سهم وسند للمصريين، هم اللي يدفعوا ده، وتتحط الضوابط اللي تخلي السهم ده ملوش حل غير مع المصريين. بسم الله الرحمن الرحيم. نأذن نحن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ببدء حفر قناة السويس الجديدة لتكون شريانا إضافيا للخير لمصر ولشعبها العظيم. وتحيا مصر، وتحيا مصر، وتحيا مصر. ليه حضرتك قلت ان قناة السويس الجديدة حلما جديدا للرد على كل المشككين والمتشائمين والمعوقين والمعرقلين؟ لا بصي، انا سمعت كلام اولا، يعني انا خدت قرار بيني وبين نفسي ان انا يعني ما اسد وداني من اي كلام من اي كلام بيتقال. بيتقال. يعني ورايا مهمه، ورايا عمل. بالظبط. انا راجل هيئه اقتصاديه من الدرجه الاولى، لا اسيس هيئه قناه السويس. انا وظيفتي ان انا اضخ في قلب خزانه الدوله المصريه عمله صعبه. لو دخلت في المنحنى السياسي او الاحزاب او الرد بتاع، يبقى انا كده ايه، هطلع بره الخط بتاعي. فكان لازم ان انا اصم وزني، انا عارف انا بعمل ايه، من كلام حد، وعارف انا ماشي ايه، وعامل بلان باليوم وبالساعه وبالثانيه، والتخطيط ماشي يعني مش عايز اقول لك يعني زي الساعه الحمد لله. والتنفيذ الولاد المصريين كانوا اسود في التنفيذ. فبالتالي لو انا كنت سبت ده كله واتفضيت ارد على فلان، لا ارد على مين؟ ارد عليه تعالى شوف. اللي يجي اللي عايز يتكلم يوم 6 اغسطس يشوف، يجي يشوف. طب ليه حضرتك قررت ميعاد 6 اغسطس يكون موعد لافتتاح القناه؟ لا، هي القصه مش كده. القصه بدات ان لما عرضنا الفكره على سياده الرئيس وخد القرار وحسبنا حساباتنا كلها، قال لي اجي لك على طول. الكلام ده السنه اللي فاتت 15 يوم واجي لك، كان لسه منتخب رئيس الجمهوريه. فانا قلت له لا، حضرتك في تجهيزات لازم تعمل، لازم نجهز ادوات الحفر ونجهز الخرائط بقى، اللوح التنفيذيه. وفي نفس الوقت يا ريت تجي لي يوم 26 يوليو. قال لي ليه؟ قلت له ده تاريخ تأميم قناه السويس، وذكرى مرور عام على تفويض الشعب لحضرتك لمكافحه الارهاب. وندعو اسره الرئيس جمال عبد الناصر، قال لي وندعو اسره الرئيس السادات. فتبقى قناه جديده تعلن في مناسبه قوميه اللي هو ذكرى تأميم قناه السويس. واشتغلنا على يوم 26 يوليو. تمام؟
26 يوليو ده كان عيد حوالي الوقفه كانت 28 يوليو. فالرئيس كلمني وقال لي ايه رايك؟ الدنيا حر والناس صايمه. مظبوط فعلا. فاحنا ايه يعني، هو طبعا رحيم جدا بالناس، فقال لي طب ما نخليها بعد العيد بحيث الناس تيجي تلاقي ايه مشروب تشربه وحاجه تاكلها، تبقى قاعده ريلاكس. ما يقولوش علينا بخلة. والدنيا حر جدا كان. قلت له مفيش مشكله. فحددنا كان حوالي 5 يوم العيد، 6 يوم 5 أغسطس. فدي ما فيهاش اي ترتيب، ده ترتيب قدري خلاص. فاتحدد 5 أغسطس. فلما سيادته قال سنه يبقى 5 أغسطس الجاي تنتهي السنه. 6 أغسطس ده اول يوم. ما شاء الله، بفضل حضرتك اكيد. لا مش بفضل، ده بفضل حضرتك وبفضل ربنا. ده فضل ربنا وبفضل المصريين. خدي بالك مفيش حد بيشتغل لوحده، احنا كلنا اشتغلنا كتيم ورك وعلى قلب رجل واحد، قدامنا عقيده واحده، الوطن. احنا ما اشتغلناش الا علشان الوطن بتاعنا مصر. جات الفكره ازاي، فكره قناه السويس يعني؟ لا هي الفكره طبعا ما كانت موجوده من رؤساء سابقين قبل كده افاضل في الحقيقه، لكن فرق بين الفكر والفعل. انت فكر زي ما انت عايز، لكن تحول الفكر لفعل ده مهم جدا. لان الكلام بيكون كتير بس التنفيذ بيبقى قليل. المهم التنفيذ، بس انت عشان تحول الفكر لفعل بتحتاج قرار. خلاص، وان يكون وراك متخذ قرار قوي، وده اللي عمله سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. لكن الفكره ان انا لما جيت هيئه قناه السويس واطلعت على الخرائط بتاعت الهيئه، لقيت ان احنا من 1869 لغايه دلوقتي شغالين على فرده واحده في قناه السويس. نوقف قوافل ونعدي قوافل، ولو مركب حصل لها اي ترابل اوقف قناه السويس بالكامل. والساعه بتاعتي استقبل سفن عملاقه في مناطق الانتظار 8 سفن بس في اليوم، لو جه 9 او 10 اوقفهم. طب ليه؟ طب انا لازم اطور نفسي واتعامل مع الشيب بيلدينج او بناء السفن اللي جاي، اتعامل مع حجم النمو في التجاره العالميه اللي جاي من الصين والهند وشرق اسيا. الصين والهند وشرق اسيا، جنوب شرق اسيا بيغزوا السوق الاوروبيه وحتى الولايات المتحده الامريكيه بصناعات رخيصه الثمن وقيمه. كل حاجه عندي من عندي، انا قادر اخده. لو انا ما خدتوش هتظهر قنوات بديله في المنطقه تاخده مني. فلازم انا بقى ايه، احسن من مواصفاتي واحسن من نفسي، واللي هعمله بقرش النهارده هعمله ب100 بعد كده بكره. فكان كده عرض الفكره. كل الفكره دي اشترك فيها شباب هيئه قناه السويس، هم اللي حسبوا كل الحسابات من جميع الادارات. عملنا تيم ورك، كنا بنسهر كل يوم للساعه 4 5 الصبح ونتبادل الاراء، ولا حكر على فكر. وعلشان تاخد قرار جيد لازم تبقى مستمع جيد وتستمع له، لغايه لما يعني حطينا احتمالات كتير لحل مشاكل قناه السويس، وطلعنا فكره محسوبه بحبه الرمله ونقطه الميه، وجدوى اقتصاديه وجدوى فنيه وجدوى هندسيه وجدوى ملاحيه، كل كده عشان لما نعرض على سياده الرئيس نبقى عرض مدروس وعرض سليم هو له انه يتخذ ايه القرار. وكان هذا.
بخصوص السفراء والامراء ورجال الاعمال اللي هيجوا لافتتاح قناه السويس، في اوتيلات هنا يعني تكون 5 ستار او تكون بدرجه عاليه انها تستقبلهم؟ لا، مم. هيبقى التركيز على القاهره. المسافه من القاهره لاسماعيليه ساعه و10 دقائق. طب ليه ما يكونش في اوتيل في اسماعيليه هو في اوتيل اللي هيبقى فيه في الحدائق بتاعت منطقه الاحتفال، مهم. لكن هي الفكره عشان تبني اوتيلات مهم. هتاخدي وقت، هتاخد وقت لكن كبير. منطقه اسماعيليه لازم هيبقى فيها مطار، اوكي، لازم يبقى فيها مستشفى عالمي، لازم يبقى فيها مجموعه فنادق، علشان يعني في تفكير في الايام المقبله ان يكون في اوتيلات 5 ستار ان شاء الله. أوكي. وفي عروض كثيره مهم. ان يبقى في فنادق في منطقه الاسماعيليه، لان بالظبط. الاسماعيليه بمشروع التنميه في منطقه قناه السويس مهم. هتنتقل الى تكون من مصافي الدول البلاد الاقتصاديه، مهم. هتبقى الرجل عليها رجال اعمال مستثمرين بالظبط، كثيره هيكون جدا. في كتير جدا انا مش عايزهم ينزلوا القاهره، وزيارات، فصعب ان لأن القاهرة ينزلوا صعبة القاهرة. جدا. بالظبط. فاحنا بنعمل هنا نظام الشباك الواحد، كل مهم. تصريحه وكل حاجته هياخدها من هنا، اوكي. ويبقى قريب من موقع الاستثمار بتاعه. عارفه ان حضرتك قمت بزياره بعض الدول منها باريس علشان عمليه الترويج، كنت حضرتك تقصد ايه بعمليه الترويج؟ بصي، لو قعدتي مكانك مهم. محدش هيجيلك، لازم تطلع وتشرح للناس ايه مزايا الاستثمار في مشروع التنميه في منطقه قناه السويس. المستثمر عايز يعرف موضوع الاستثمار ده، مش انا بس، ده انا ومستثمر، اقول له واشرح له واسمع منه، اشوف الفيدباك بتاعه ايه. والمستثمر دايما يسال الراجل ده، المستثمر ده خد بالك ده واحد عايز يحط فلوس وياخد فلوس، وتبقى فلوسه مؤمنه ومخاطر الاستثمار قليله. فبالتالي انت بتطلع تروج نفسك، تشرح لهم ايه الفاسيلتيز او ايه الامكانيات اللي هتتوفر لهم، ايه القوانين اللي ممكن يشتغلوا بيها، ايه التامين اللي هتامنه لهم اثناء فتره الاستثمار في مصر، ايه المزايا، حق الانتفاع بتاع الارض هيبقى شكله ايه، حق استغلال الارض هيبقى شكله ايه، ايه العماله، حاجات كتير جدا. فلما انا اروح مثلا انجلترا اقعد مع 74 شركه غير لما اجيب 74 شركه هنا، مظبوط. خد بالك. مهم. فلما بروح لهم وبيعملوا هم حلقات ودائره مستديره وبقعد اشرح لهم وبرد على الاسئله، ما بروحش كمان لوحدي، باخد ماستر بلان معايا اللي هم دار الهندسه معايا، باخد دكتور هاني سراي الدين المستشار القانوني عشان يرد على السؤال. فبنعمل تيم ورك كده، الفني يرد والهندسي يرد والقانوني ايه يرد، فبيحسوا ان احنا جديين وصادقين جدا، والكلام معاهم منتشر فيه. فبالتالي نتج عن كده ان الحمد لله، يعني مش عايز اقول لحضرتك كميه الناس اللي عايزه تيجي تستثمر في المشروع قد ايه، وان شاء الله يعني مع الافتتاح وبعد الافتتاح هنبدا في مشروع التنميه في منطقه قناه السويس وبمنتهى الجديه، لانه زي ما بقول لحضرتك المشروع ده مع قناه السويس الجديده هيعودوا بمصر الى الرياده السياسيه والاقتصاديه في المنطقه ان شاء الله، لانك عشان تكون قوي سياسيا لازم تكون قوي اقتصاديا. حضرتك قلت ان التكريك بالنسبه لحضرتك شخصيا اصبح حياه، ممكن تحكي لنا ده؟ تكريك؟ مم. بص، هي قناه السويس دي قايمه على حاجتين، حفر الجف مهم. واعمال التكريك. اوكي. انا ما اقدرش ابدا اعمال التكريك غير ما ينتهي الحفر الجاف. لان ايه الحفر الجاف يعني ايه؟ يعني الخط اللي هو ال 35 كيلو دول، هو المشروع كله 72 كيلو، منهم 35 كيلو حفر جاف. دي كانت عباره عن جبال، و37 في الميه. الجبال دي انا عشان اعمل القناه الجديده وادخل ميه من القناه الحاليه للقناه الجديده، الميه ما بتطلعش على المناسيب اللي عليها، لازم يشيل لي الجبال دي كلها. هي عمقها 24 متر؟ 24 متر، ويوصلني لمستوى الصفر، لان الميه بتخش من مستوى الصفر او مستوى تحت الصفر. اوكي. بستلم انا من مستوى الصفر واعمل اعمال تكريك بقى لل 24 متر، وادخل الميه من القناه الحاليه الى القناه الجديده. 37 كيلو التانيين كانت مناطق الانذار عندنا كباستي بتاعتها او السعه بتاعتها 8 سفن بس. ليه الاعماق ما بتاخدش سفن عملاقه؟ فخلينا القناه كلها تاخد كل انواع السفن العملاقه. عرضها 400 متر دلوقتي صح؟ دلوقتي 400 متر. فنزلنا من 17 متر الى 24 متر في منطقه البحيرات ومنطقه البلاح. اجمالي المشروع كله 72 كيلو متر. اوكي. عمق 24 متر، عرض 400 متر. طولها قد ايه؟ 72 كيلو، منهم 35 كانوا في الحفر الجاف. اصل كان في كلام بيتقال ان هي 35 بس. لا، في فرق بين الحفر الجاف
والبروجكت كله. اوكي. يعني الشغل ما تمش في حفر الجاف فقط او منطقه جافه فقط، ده تم في الجاف وفي الميه. اوكي، في كلام كتير هنعرفه من سيادة الفريق، بس بعد الفاصل استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل مكملين حلقتنا مع سيادة الفريق مهاب مميش. ايه الرسالة اللي حضرتك بتوجهها للمجتمع الملاحي العالمي؟ بصي، قناة السويس دي شريان الحياة للمجتمع الملاحي العالمي، شريان الحياة للتجارة العالمية. احنا عايزين نبعت رسالة للعالم كله، نقول له ان احنا بنساهم في النمو في التجارة العالمية وفي التطور في جميع دول العالم، ان احنا نقصر زمن الرحلة البحرية ومستقبل جميع السفن العملاقة. ليه؟ شيبينج او النقل البحري از ماني، يعني ده مترجم بفلوس. لو انا الرحلة بقت 11 ساعة بعد 22 ساعة انا وفرت 8 او 50% من الرحلة. ده بينعكس على ثمن نقل البضاعة. فبالتالي انا بخدم العالم ان انا برخص له البضاعة بتاعته. وفي نفس الوقت بقول ان للخطوط الملاحية انا اسرع قناة في العالم، وانا قادر على استقبال جميع انواع السفن ان شاء الله العملاقة. قادر على استقبال 100% من سفن الكونتينرز الحاويات، قادر على استقبال 94.5% من سفن البلك اللي هي بتاعت القمح والحديد، قادر على استقبال 100% من السفن اللي هي البضاعة العامة، قادر على استقبال 62.5% من التانكرز او سفن البترول. اذا خد بالك، انا الطريق الاسهل، انا الطريق الاسرع. فبالتالي ده في الاخر بينعكس على زيادة في عدد السفن اللي بتمر في قناة السويس، والحمولة او الاطنان اللي بتمر في قناة السويس ينعكس على دخل مصر من العملة الصعبة، ينعكس على حياة المواطن المصري الشريف. انا بقول للعالم انا بخدمك، تمام، في وبزود لك يعني امكانياتي في نقل التجارة واقصر لك وقت الرحلة البحرية. تعال استخدم قناة السويس.
سامعين حضرتك ان في انفاق هتتعمل هتربط بورسعيد والدلتا واسماعيليه وسيناء. في 6 انفاق هيتعملوا في المشروع، وبدات العمل فيهم في تجهيز ساحات الاقتراب منهم، والمكن بتاع حفر انفاق ان شاء الله يوصل في اكتوبر القادم. تمام. الغرض من هذه الانفاق ربط سيناء بالوطن الام. اوكي. تمام. احنا مش عايزين نسيب سيناء مش مربوطه بالوطن الام. طبعا. احنا مش عايزين نسيب سيناء فاضيه بدون تنميه، واحنا سيبناها فاضيه بدون تنميه كانت هتضيع مننا سيناء. فاحنا عايزين سيناء تبقى في قلبنا، فبنعمل 6 انفاق. في الاسماعيليه 2 سيارات 1 سكه حديد، وفي بورسعيد في الكيلو 1950 2 سيارات 1 سكه حديد. لكن فكره ايه؟ سياده الرئيس قال بدل ما احنا نجيب شركات اجنبيه تعمل لنا انفاق، احنا نشتري مكن الحفر وندرب ولادنا تحت اشراف شركه اجنبيه في اول عمليه حفر تحت القناه، بحيث بعد كده المكن ده احنا نستخدمه بقى في حفر الانفاق داخل مصر، يبقى عندنا ناس عندهم خبره في ده. خبره. لكن هذه الانفاق سوف تربط سيناء بالوطن الام. سيناء ظهر فيها مواد اوليه كثير بنستك، وكل ده بيعدي بالمعديات بتاعه قناه السويس. لا احنا عايزين ننشط حركه التجاره. احنا بنعمل ميناء العريش خدي بالك بنطوره، وده في سيناء. بنعمل قناه السويس اللي هي 35 كيلو داخل سيناء. بنعمل مزارع السمكيه في سيناء. بنعمل انفاق عشان نربط سيناء بالوطن الام، لان احنا لازم ناخد درس من الماضي للحاضر والمستقبل. بطمن حضرتك في 6 انفاق ان شاء الله عشان يربطوا سيناء بالوطن الام. ايه تاثير باب المندب على قناه السويس؟ شوفي هقول لحضرتك حاجه. في يعني المضايق والممرات البحريه دي مضايق دوليه وممرات دوليه، فبالتالي غلقها عمليه مش سهله، لان ممكن نتيجه الغلق دي تنشا حرب عالميه. اوكي. فتبص تلاقي العالم كله بيتعامل مع المضايق والممرات بمنتهى الحساسيه. واحنا يمكن في المنطقه شفنا حرب الخليج وحرب العراق وحرب افغانستان، ولم نسمع ان مضيق هرمز اتقفل ولا باب المندب اللي هو الحوثيين في اليمن. لا، لان لن يسمح لك احد انك انت تقفل مضيق او ممر. يعني الصين اللي بنت تجارتها دي كلها تيجي انت تروح قافل عليها باب المندب عشان ما تعديش التجاره بتاعتها، هل هي هتسمح لك؟ طيب امريكا اللي هي القواعد بتاعتها في قطر وفي البحرين او في المنطقه دي عايزه توصل لها، انت هتقفل عليها باب المندب؟ اكيد لا. مش عايزين نحجم الامور اكتر من حجمها. ومع ذلك في 3 انواع لازم تعرفيهم حضرتك. في حاجه اسمها التواجد، في حاجه اسمها السيطره، في حاجه اسمها الهيمنه. تمام. الهيمنه ان تيجي دوله تقول نتيجه حرب عالميه ما حدش هيعدي من هنا، دي لا تمتلكها الا القوى العظمى. إيه السيطره؟ انك انت تعدي حد وما تعديش حد تاني. واحنا فرضنا السيطره على باب المندب في حرب 73. كل المراكب اللي كانت داخله الجانب الاسرائيلي احنا منعناها ان هي تخش، لكن سيبنا بقيه الدول تمر. التواجد زي ما بيحصل دلوقتي انك انت بترفع العلم المصري في هذه المنطقه وبتقول لو حصل اي حاجه انا هتدخل. مظبوط. فانا بطمن حضرتك ان كل اللي حصل في اليمن لم يؤثر على الملاحه في قناه السويس، بالعكس احنا زودنا عائدات قناه السويس. طب في مؤشرات للمخاوف ديت؟ في مؤشرات لا. ولا ما فيش؟ لا ما فيش. ليه ممكن تقوم حرب عالميه ثالثه لو قفلنا باب المندب؟ بصي دي مصالح دول ومصالح دول عظمى. انت لو قفلتي باب المندب هتغلي سعر البضائع في اوروبا وفي امريكا كلها. هتغلي سعر البترول في اوروبا وفي امريكا كلها. فطبعا ما حدش هيسمح لك تعملي كده. في نفس الوقت ان في دول قايمه على التجاره زي ما قلت لحضرتك، الصين وجنوب شرق اسيا والهند. انت بتضربيها هتتاذي جدا لو اتقفل باب المندب. طبعا بتهدي الاقتصاد القومي بتاعها.
الا انك انت تؤثر في حجم التجاره العالميه بين الدول. لكن لو كانت هناك مصالح عسكريه ما بين دوله عظمى ودوله عظمى ممكن تتوقع اي شيء. اوكي. ايه العوائد الماديه والاجتماعيه اللي هتعود على سيناء من انشاء القناه الجديده؟ ده بقول لحضرتك القناه الجديده فين؟ 35 كيلو في سيناء. تمام. المزارع السمكيه فين؟ في سيناء. احنا في الفكر بتاع مشروع التنميه في منطقه قناه السويس مع قناه السويس الجديده احنا عايزين نخلق فرص عمل للشباب السيناوي. احنا سيبنا الشباب السيناوي بدون فرص عمل. تمام. ده ما لا يجد الشاب فرصه العمل بيفقد الامل وقد يتحول الى اتجاهات اخرى. احسن حاجه عشان تامني سيناء التنميه، انك تنمي سيناء وتخلقي فرص عمل. زي ما بقول لك احنا بنطور ميناء العريش في سيناء، بنعمل قناه السويس الجديده في سيناء، بنعمل مزارع سمكيه في سيناء، بنربط سيناء بالانفاق. كل ده ليه؟ عشان نخلق فرص عمل. كل اللي كانوا بيشتغلوا في الحفر الجاف كلهم شباب سيناء وكانوا بيأدوا اداء رائع وكانوا سعداء جدا. اي شاب عايز يحقق حلمه في وظيفه وفي اسره وفي ولاده، كل ما توفري له الحاجات دي كل ما تأمني مصر. فإن شاء الله في أولوية للوظائف في هذه المنطقة لشباب سيناء بإذن الله. طب هل ستغير قناة السويس الجديدة خريطة الملاحة في العالم؟ هتغير. ليه؟ أنت عندك في حاجة اسمها قواعد الملاحة في قناة السويس. أنت كنت بتشتغل 3 قوافل، قافلتين من الشمال وقافلة من الجنوب. تمام؟ احنا دلوقتي هنشتغل قافلة واحدة من الشمال وقافلة واحدة من الجنوب لأن بقى عندنا إيه؟ ازدواجية. فبالتالي قواعد الملاحة هتتغير، يبقى توقيتات وصول السفن هتتغير، يبقى زمن وصول او ابحار السفن هيختلف تماما. هيختلف. فانت بتعمل حاجة اسمها قواعد الملاحة في قناة السويس الجديدة، ودي اتعملت والحمد لله انتهت، وبتعمل خرايط بحرية علشان السفن لما تيجي تبحر عندك لازم تبحر على خريطة. فاحنا الحمد لله انتهينا من الخرايط وطبعناها. ايه العائد على مصر كقيمة في المنطقة؟ بصي في كذا عائد. اولا العائد المعنوي. اللحمة اللي حصلت في الشعب المصري لتمويل حفر قناة السويس الجديد بعد فرقة دي لا تساوي مال. خلاص. فرفعت الروح المعنوية وادت ثقة وادت امل للشعب المصري في وقت كان الشعب المصري بيفقد الامل. تمام. سياسيا ناس كانت بتقول مصر وقعت ومصر غير قادرة للعودة. لكن سياسيا بتقول لا، ده مصر لسه قوية وشعبها قوي وإرادتها قوية وقرارها قوي. اقتصاديا إن شاء الله جراديولي كده كل سنة هيزيد عائد قناة السويس ومع مشروع التنمية هيزيد العائد. كل ده بيعود إلى خزانة الدولة المصرية وبينعكس على حياة المواطن المصري الشريف. الثقة بالنفس وعودة هيبة الدولة. تمام. احنا بننفذ بعد 4 سنين صعبة جدا في مصر بننفذ مشروع قومي عملاق. المشاريع القومية العملاقة تختلف عن المشاريع الاستثمارية. في القرن ال19 كان المشروع القومي العملاق لمصر كان حفر قناة السويس الجديدة، واحنا ننهل من عائدات قناة السويس حتى الآن. في القرن العشرين كان المشروع القومي العملاق لمصر كان بناء السد العالي، واحنا ننهل من فوائد السد العالي. احنا بنبدأ القرن ال21 بأول مشروع قومي عملاق حفر قناة السويس الجديدة مع مشروع التنمية في منطقة قناة السويس، وإن شاء الله يبقى في أكتر من مشروع قومي عملاق في القرن ال21 وفي أكتر من مكان. المشاريع القومية دي مشاريع خالدة تنهل منها الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية من أبناء الشعب. لو احنا اجدادنا ما كانوش حفروا لنا قناه السويس ما كناش نوصل في موقف صعب جدا. لازم نفكر في اولادنا واحفادنا ان احنا نعمل لهم مشاريع قوميه عملاقه ان شاء الله. اوكي. لو اعتبرنا ان هناك هتكون في لوحه شرف مكتوب عليها اسماء شخصيات معينه، ايه الاسماء اللي حضرتك من وجهه نظرك شايف انها تكون مكتوبه على لوحه الشرف ديت؟ الشعب المصري. اوكي. واللي اسمه اتحط على لوحه الشرف. اوكي. في نهاية حلقتي معاك سيادة الفريق انبسطت جدا بوجود حضرتك معانا، وكنت منورنا، وحضرتك قد ايه روحك جميلة ومتواضع وبتحب كل الناس،
انبسطت جدا بوجودي مع حضرتك. لا، ده انا اللي بتشكر على الحديث الجميل بتاع حضرتك، واحب ابعت رساله للشعب المصري من خلال برنامج حضرتك، اقول لهم ده شعب قوي وقوي الاراده، واحنا كانت قناه السويس الاولى حفرت بالصخره، فقناه السويس الثانيه اتحفرت بالحب والولاء والانتماء لمصر، وان شاء الله بانتهاء افتتاح قناه السويس هنبدا مشاريع قوميه تانيه، علشان احنا محتاجين ان احنا نبني نفسنا، ولازم نطوي صفحه الماضي ونبص للمستقبل، لان احنا محتاجين المستقبل لنا ولولادنا ولاحفادنا ان شاء الله. قبل ما اقفل مع حضرتك، ناس كتيرة بس عايزة تعرف عن حياة حضرتك كده حاجة بسيطة. حضرتك من أصول سورية؟ الجدود سورية. وفيك أصول اسكندرانية؟ أنا مولود في اسكندرية وأعشق اسكندرية. أوكي. ومتزوج من المنصورة. وأولاد حضرتك قد إيه؟ عندي بنتين، فاطمة وأميرة، وهي طبيبة أسنان وطبيبة صيدلية، دكتورة صيدلية، ومتزوجين، وعندي 5 أحفاد. إن شاء الله تفرحوا الله بيهم يا رب. أوكي، ميرسي خالص يا الفريق. الله يخليك، شكرا. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، استنونا في حلقات جديدة وإلى اللقاء.